بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. موضوع أستاذنا، يعني أستاذنا الكبير الجميل اللي بنحبه في الله وبنحترم جهده في الله، أستاذنا الباشمهندس عبد المنعم الشحات، اللي بإذن الله سبحانه وتعالى بعد بكرة يعني نازل في دايرة من اسكندرية. يعني اشمعنى الباشمهندس عبد المنعم الشحات؟ ما الجمهورية مليانة دوائر من فوق لتحتها. الراجل ده من شيوخي يا جماعه، من شيوخي، وفاء وبرا ليه، وفاء وبرا ليه. وفي نفس الوقت يعني الراجل ده اذاق العلمانيين الويلات واقض مضجعهم من بعد ما الثوره قامت، لان بفضل الله ربنا اتاه حجه في الرد عليهم. لما كنا لسه مبهوتين بعد الثوره مش فاهمين ايه اللي بيحصل في المعركه الرهيبه ديت، هم منظمين نفسهم وبيجي لهم شبهات من المخابرات الامريكيه لحد هنا، والتمويل بتاع اللي بيحصل، والناس اللي قاعده على الفيسبوك منظمين وبمرتبات، وبيجي لهم كل اللي هم بيعملوه، كل ده متنظم. احنا كنا لسه خارجين من المعتقلات ومن السجن السياسي اللي احنا كنا فيه والسجن الدعوي اللي كنا فيه. يعني ربنا سبحانه وتعالى قيد لسانه انه هو يعني يقهر قلوب هؤلاء العلمانيين. الباشمهندس عبد المنعم الشحات من الحاجات اللي هيجت يعني قلبي ان يعني الواحد يتكلم في هذه الحلقه عن هذا الامر، ان العلمانيين والليبراليين دلوقتي هيتجننوا عشان ما يكسبش. ليه؟ لانهم عارفين ان هو راس حربه في مجلس الشعب. انا بنادي اخواني من الاخوان المسلمين، اخواننا واحبابنا واساتذتنا ومشايخنا. يعني احد اساتذتنا من الاخوان المسلمين كنت بتكلم معاه قريبا وانا يعني على تواصل وحب معاهم دائما بفضل الله، فبيقول لي انا اخوك. قلت له لا انت مش اخويا، انت شيخي. يعني مش معنى ان يعني مش هنغمط حد حقه. يعني شيوخ الاخوان المسلمين شيوخنا، شيوخ السلفيين شيوخنا واحبابنا وقدوتنا. فيعني رساله لاخواننا الاخوان المسلمين، باشمهندس عبد المنعم الشحات يعني بعد بكره الاعاده، وان كان يعني مرشح الاخوان يعني وكل حاجه تبع الاخوان باذن الله سبحانه وتعالى على سنه رسول الله عزيزه على قلوبنا، ولكن يعني لما استاذ يسري هاني، الاستاذ دكتور يسري هاني نزل في المنصوره ما رضناش ننزل اي حد من السلفيين خالص. ليه؟ لان يسري هاني رمز للتيار الاسلامي كله، مش رمز للسلفيين بس. لما استاذ اكرم الشاعر نزل في بورسعيد ما رضناش ننزل اي حد من التيار السلفي قصاده. ليه؟ لان هذه الرموز رموز لينا كلنا وثروات لينا كلنا، ما نفرطش فيها ابدا ونحترمها ونقدرها تمام التمام. فيعني باشمهندس عبد المنعم الشحات رمز من رموزنا. نتمنى من اخواننا ان هم يعني ايه، يعني ياخدوا قرار فوري، مش ان هم يتنازلوا له بس، ان هم يدعموه، بحيث ان احنا يعني نحرق قلوب العلمانيين والمعادين لشرع الله سبحانه وتعالى، ويبقى في اسود في العرين كده داخل مجلس الشعب ينادوا بشرع الله. المعلومه التوصيه الثانيه، انا يعني الفتره اللي فاتت امتنعت تماما عن حضور اي مؤتمرات سياسيه تماما. اخواننا من مصر كلها اتصلوا عشان احضر، قلت لهم يا جماعه انا يعني بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى ما بين ندوات الجامعات والمدن الجامعيه والدروس الدعويه والندوات الدعويه، فضل ومنه الله سبحانه وتعالى فعلا انا ما عنديش وقت. انا محترم الجهاد السياسي اللي انتوا فيه، ولكن انا في الجهاد الدعوي من اجل ان يقبل الناس شرع الله. الناس لو اتطبق عليهم الشرع بحقه حي دلوقتي مش هيقدروا يقبلوه. ليه؟ لان لسه القلوب الايمان ضعيف. فانا خلوني في جهاد مع الدعاء، اخواني من الدعاء ومشايخي واساتذتنا، من اجل الجهاد لان يقبل شرع الله، وانتوا جاهدوا لان يحكم شرع الله، واحنا ندعوكم على قد ما نقدر. وجهد الدعاء هو سفلته لجهد المجاهدين السياسيين. فيعني هو ده السبب. انا بعتذر اعتذار علني لجميع اخواننا اللي ما قدرتش احضر معاهم مؤتمرات سياسيه. والله ما استقلال لهذا الصدر، والله ما، ولكن يعني فعلا هو السبب الاساسي الانشغال. ولكن الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله هحاول ان انا صالح اخواني سواء من النور او من الحريه والعداله، لانهم احبابي ويعني ايه واقرب ناس ليا في الدنيا. ان شاء الله باذن الله الجمعه الجايه ديت انا في تكرنس في مؤتمر تبع حزب النور باذن الله سبحانه وتعالى. الجمعه الجايه ديت يعني هخلص الدرس بتاعي في المنصوره، الدرس الاسبوعي باذن الله العشاء، وهطلع على طول على ذلك المؤتمر. مش بقول طبعا عشان يعني اهل تكرنس يحضروا المؤتمر، انا بقول عشان اقول لاخواني ان انا برضو انا مع المجاهدين السياسيين، يعني الناس اللي بتجاهد في الدعوه الى الله مع اخوانهم في الجهاد السياسي، ندعمكم ووراكم. ولكن والله المشغوليات، والله المشغوليات الرهيبه اللي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. فيعني انا قلت الاخ من اخواني يعني اللي مجاهد في العراق يطلع على فلسطين يجاهد، وبعد كده يطلع على العراق، وبعد كده فلسطين، مش هيأدي هنا ولا هنا، مش هينفع. ناس تجاهد في العراق وناس تجاهد في فلسطين كذلك يا اخواني. ولو اخواني من حزب الحريه والعداله دعوني الى مؤتمر، انا خدام، انا خدام لكل اخ من اخواني يعني اللي ايه اللي بيجاهدوا الجهاد السياسي، وكل اخ من اخواني بينصر شريعه ربنا سبحانه وتعالى. الحاجه الاخرانيه بقى ما تنسوش بقى ان بكره تسوعه
يوم الحد وبعد بكره عاشوراء. عاشوراء يوم بسنه، اليوم اللي سيدنا موسى قال وقف قدام البحر وقال ان معي ربي سيهدين. ان شاء الله يوم الاثنين بقى يوم الاعداد، ان معنا ربنا سبحانه وتعالى، مع ربنا مع المجاهدين السياسيين، وربنا مع المجاهدين الدعويين، ومع المجاهدين التربويين، ومع المجاهدين في التنميه، ومع المجاهدين في الجهاد بقى والقتال لاعداء الله في كل مكان في الارض. ربنا ينصر دينه ويعز اوليائه. ما تنسوش يا اخواني ان شاء الله تقوموا تتسحروا بقى عشان بكره تسوعه وبعد بكره عاشوراء باذن الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ولعل ربنا يفتح عليا في اقرب فرصه ان شاء الله اعمل سلسله السلفيون والاخوان في ظل عرش الله، لان الاثنين دول بالذات لو تسامحوا مفيش طائفه بعد كده في العمل الاسلامي في العالم ما هيش هتتسامح، ما هيش هتتسامح بعد كده باذن الله سبحانه وتعالى. اللهم انصر دينك واعز اوليائك، اللهم اذن لدينك ان يسود، واذن لشرعك ان ينتصر، واذن لكتابك ان يحكم. اللهم اهد اهل مصر، اللهم انزل هدايتك على قلوب اهل مصر، على قلوب شبابها وفتياتها ورجالها ونسائها واطفالها. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استخدمنا لنصرة دينك في الارض. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.